رسميا اخر ميعاد لربط المحفظه الخاصه بيك على بوت تو مارك تاب اللي هو بوت الطماطم، سواء على محفظه البيت جيت او جيت دوت اي او، ودول المتاحين حاليا ان انت تسحب عليهم العملات الخاصه بيك. هيكون يوم 18 ديسمبر اللي هو 18 12. اما المفروض العملات الخاصه بيك هتبتدي تتحول من البوت من هنا وتروح للمحفظه الخاصه بيك. الكلام دوت هيكون الساعه 8 مساء بالتوقيت العالمي يوم 20 ديسمبر. فعشان كده يا شباب المفروض ان في حاجات لازم تكون عاملها او عملتها فعليا من الفيديوهات اللي فاتت الخاصه بينا. ومن هنا هقول لك لو ما شفتش الفيديوهات الخاصه ببوت ماركت اب فارجع شوفها الاول. والاهم من كده يا شباب، هل فعليا سعر عمله تو ماركت اب هيكون كبير ولا لا؟ لان في نوش كتير حوالين القصه دي. واهم حاجه معانا يعتبر في فيديو النهارده، هل فعليا المستوى اللي انا موجود فيه في بوت ماركت اب سواء جولد او سيلفر او غيرها، هل فعليا هيأثر على العملات الخاصه بيا ومش هيخليني اسحب العملات الخاصه بيا؟ الحقيقه تفاصيل كتيره جدا النهارده واحداث هامه حابب ان انا اكشفها لك. بس عشان اكشفها لك انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. اهلا بيك عزيزي الشبح مره تانية. خلينا مبدئيا كده يا شباب ندخل دايركت كده على بوت تو ماركت اب. طبعا لو حضرتك ما اشتركتش فيه فهو مطول معانا بعد كده، عشان لو حضرتك ما لحقتش الادراج اللي هيحصل دلوقتي. فكل عليك ان انت ممكن تشترك في البوت من نص الفيديو او من اول كومنت مثبت تحت الفيديو دوت، وادعم الفيديو بلايك لان بقالنا فتره كبيره ما شرحناش عن البوتات، ويعتبر عوده شبح المدينه ان هو يعمل فيديوهات عن البوتات مره تانية. اما بالنسبه لكام سؤال بيجيني اللي هي عمله ميجور اللي هي عمله النجوم، دي مصيرها ايه بعد ما احنا ما ربطناش المحافظ الخاصه بينا؟ والمفروض خلاص يا شباب ان هم قفلوا اي حاجه اسمها ربط المحفظه. حتى لما بتيجي تدخل على البوت الخاص بيك مفيش اي عملات خاصه بيك بتبتدي تظهر، مع ان كان معانا عملات كتيره جدا، وبسبب ان احنا ما ربطناش المحفظه الخاصه بينا مفيش اي عملات موجوده عندنا. فبالتالي ان شاء الله هنخصص لها شرح، ولو حابب ان انا اعمل لها شرح بسرعه ما تنساش تكتب لي في الكومنت اسفل الفيديو دوت. فخلينا دايركت كده نتوجه في شرح النهارده ونبتدي نتكلم عن بوت وماركت اب بدون ما نخرج لاي بوت تاني. مبدئيا كده انت دخلت على البوت، التعدين شغال معاك مفيش اي مشاكل، اللعبه اللي موجوده عندك شغاله معاك برضو مفيش اي مشاكل، تقدر ان انت تجمع برضو الرموز او التوكن الخاصه بالطماطم. يعني حضرتك هنا بتبتدي تجمع زي ما حضرتك شايف نجوم. النجوم دي يا محمد بستفيد بيها في ايه؟ هقول لك النجوم دي يا عزيزي المفروض ان انت بتجمعها بتعلي المستوى الخاص بيك. يعني ايه برضه مش فاهمين؟ ما انت دلوقتي المفروض الحساب الخاص بيك المفروض ان هو بيكون مكون من عده مستويات، يعني ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وانت ماشي كده لفوق. فبالتالي عشان اصلا الرموز بتاعتك تبتدي تسحبها وتبتدي توصلك على المحفظه الخاصه بيك فانت لازم تكون موجود اصلا في ليفل معين. والليفل دوت عشان توصل له بتقدر ان انت توصل له من خلال النجوم اللي انت بتجمعها دي ومن خلال تسجيل الدخول اليومي. طيب الليفل بتاعي دوت موجود فين؟ اولا عندك ليفل 6 هنا، لو ضغطت عليها فوق طبعا انت مش هيكون عندك ليفل 6، ممكن يكون عندك حاجه ثانيه ما عندكش اي مشكله، بس في حاجه عامله زي الايد كده بتشاور لك على مكان فوق في الشاشه هنا في الشمال عندك. بعد كده بتبتدي تدوس عليها بالشكل دوت وركز معايا. المفروض هنا ان انا المستوى الخاص بيا اسمه ايه؟ جولد 3. جميل جدا. لو ضغطنا على الليفل الخاصه بينا من هنا المفروض حضرتك يا عزيزي لازم تكون معدي ليفل 5. يعني ايه يا محمد؟ يعني حضرتك لو حسابك ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 مش هتقدر ان انت تحصل على اي عملات في الاير دروب اللي هيتوزع في الفتره دي. انما لو حضرتك ليفل 5 وليفل 6 لحد ما بتوصل ليفل 11 فبالتالي العملات الخاصه بيك هتبتدي ان انت تحصل عليها. يبقى وين اللي هو ليفل 5 اللي هو السيلفر اللي هو الفضي. انما حضرتك جولد انت تمام، بلاتينيوم تمام، غيرها انت تمام ما عندكش اي مشاكل. انما لو حضرتك بقى عندك المستوى الخاص بيك برونز ايرون ستون كلاي فكل عليك بس يا عزيزي ان انت هتبتدي ان انت تعلي الليفل الخاص بيك في خلال الايام الجايه عشان تقدر تحصل على العملات الخاصه بيك. طيب يا محمد اعلي الليفل الخاص بيا ازاي؟ اقول لك تعالى ارجع بالشكل دوت، ولازم هنا زي ما حضرتك شايف انا معايا هنا قد ايه 250 عمله. هنا المفروض بقى انت عندك يوزد اللي انا مستخدمهم قبل كده عشان اوصل للليفل دوت، فانت كل عليك ان انت بتقول له ليفل اب من المكان دوت. هنا بقول لك والله انت فاضل لك 7 نجوم بالشكل دوت وتروح للبلاتينيوم 1 هقول له يوز بالشكل ده. انما بالنسبه لك زي ما حضرتك شايف انا هنا وصلت ايه يا عزيزي؟ وصلت بلاتينيوم 1 زي ما ظاهر قدامك. المفروض هنا يا عزيزي ان انا برضو استخدمت 689 نجمه عشان اوصل لبلاتينيوم 1. فانت عندك اي نجوم ابتدي ان انت استخدمها وعلي الليفل بتاعك بحيث توصل فين؟ الله ينور عليك، هتحاول توصل للسيلفر او الفضي. بعد كده خلينا نرجع بالشكل دوت، وده اول سؤال على فكره جاوبنا عليه، فما تنساش تحط لايك. مش معقوله وصلت لحد هنا من غير ما تعمل لايك للفيديو. بعد كده يا عزيزي خلينا نتوجه على كلمه اسيتس تحت من هنا. خلاص على كده احنا ده الاير دروب الخاص بينا، لازم نربط المحفظه الخاصه بينا بطريقه صحيحه عشان ما يحصلش معانا اي مشكله. طيب قال لك هنا ايه؟ بقول لك ان ربط المحفظه الخاصه بيك هينتهي يوم 18 ديسمبر. يعني من الاخر اربط محفظتك، الله اعلم ممكن بعد ما تربط المحفظه الخاصه بيك
او في حاله ان انت ما شفتش الفيديو دوت، او في حاله عدم ربطك للمحفظه الخاصه بيك، فبالتالي مش هتحصل على العملات الخاصه بيك، وتعبك زي ما حصل في بوت النجوم ومش عايز اخرج لاي بوت تاني هتضيع عليك ومش هتقدر ان انت تاخدها. بس اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نربط المحفظه الخاصه بينا. فكل اللي علينا احنا دخلنا هنا بقول لك ايه؟ جاز فري. يعني ايه؟ مفيش اي رسوم على محفظه بيتجيت او الجيت دوت اي او. فكل اللي علينا نضغط على كلمه جو بالشكل دوت. هنا بقول لك خلاص المفروض ان انت هتربط المحفظه الخاصه بيك. اول حاجه دي اللي هو ستيك يعني ايه؟ ان انت بتخزن العملات الخاصه بيك وتبتدي ان انت تاخد منها رموز ثانيه. بس احنا طبعا مش عايزين نخزن، احنا كاي بوت بنشتغل عليه عايزين ناخد التوكن بتاعنا او العملات بتاعتنا، بعد كده بنبتدي ان احنا نوزعها. طيب المفروض التوتال سبلاي الخاص بالعمله دي قد ايه؟ المفروض ان التوتال سبلاي الخاص بالعمله 1 تريليون، يعني تريليون. جميل جدا. وبعد كده كل عليك ان انت بتضغط من تحت من هنا سكيب اند ستارت ديبوزيت. خلاص على كده. بعد كده هنا ظاهر لك محفظتين بيت جيت، وبقول لك والله في مكافاه على البيت جيت بتوصل ل $200,000. هنا المفروض الجيت برضو اللي هي جيت دوت اي او بتدعمك برضو ب $20,000. فانت وحظك، شوف عايز تربط على البيت جيت ماشي، عايز تربط على جيت دوت اي او ماشي. فخلينا نربط على البيت جيت، بعد كده نقول له نيكست. ركز معايا، اعيرني كل انتباهك، انصت جيدا. فهنا بعد كده طالب منك حاجه اسمها ديبوزيت اماونت. انت حابب تسحب قد ايه؟ هقول له ماكس. العملات كلها اللي موجوده في البوت اسحبها لي، اللي هي كل العملات اللي معايا. انا كتبت ماكس. هنا بقول لك بقى روح هات لي اليو اي دي الخاص بيك، الخاص بمين؟ بمحفظه البيت جيت. فكل عليا يا عزيزي ان انا هروح على محفظه البيت جيت بالشكل دوت، وهبتدي ان انا ادخل على المحفظه. بعد ما بتدخل على المحفظه بالشكل دوت هتبتدي تفتح معاك. ركز معايا بقى، في عندك المفروض علامه زي القائمه موجوده فوق، اللي هي القائمه الصغيره اللي موجوده فوق دي جنب السيرش، هتبتدي تدوس عليها. اول ما تدوس عليها بالشكل دوت بيبتدي يظهر لك هنا المفروض اسمك واليو اي دي الخاص بيك. شايفه؟ اكيد شايفه دلوقتي. فكل على ان انا بضغط عليه كده بالشكل دوت فتنسخ معايا. تقول لي جميل، اقول لك جميل جدا. ارجع على البوت بالشكل دوت وابتدي ضيفه مره ثانيه باست بالشكل ده. بعد كده هنا بقول لك هات لي الادرس. طيب بيت جيت ديبوزيت ادرس. طب الادرس ده يعني ايه يا محمد؟ هقول لك الادرس ده يا عزيزي اللي هو عنوان عمله توميتو اللي هي تو ماركت اب على بيت جيت. فكل علينا ان احنا بنرجع مره ثانيه بالشكل دوت. احنا خلاص جبنا اليو اي دي، هبتدي ارجع مره ثانيه اروح على كلمه الاصل بالشكل ده، وهبتدي ان انا دخلت على الحساب الخاص بيا. بعد ما ادخل على الحساب الخاص بيا بالشكل دوت كل عليا بس يا عزيزي ان انا اضغط على كلمه ايه؟ اضافه اموال. هضغط على كلمه ايه؟ اضافه اموال بالشكل دوت. اول ما اضغط على كلمه اضافه اموال بالشكل دوت هنا بقول لك حابب تعمل ايداع ليه؟ اقول له العملات المشفره بالشكل ده. بعد كده في السيرش فوق هنا ببتدي اكتب تو ماركت اب. جميل جدا. هتكتب تي او ام ايه اللي هي الخاصه بتو ماركت اللي هي ظاهره اولا فوق دي. هبتدي ادوس عليها بالشكل دوت. هنا بقول لك اختار الشبكه، وفعليا لو رجعنا هناك على البوت مره ثانيه هنا ركز لي على الكلمه دي. ده المفروض الايداع يا شباب هيتم هنا جنب كلمه ادرس عندك كلمه ثانيه كده بين قوسين. لازم تتاكد فعليا اللي هي موجوده فين في الشبكه عندك هنا فين في بيت جيت. بعد كده كل اللي علينا يا شباب اللي احنا بناخد العنوان اللي ظاهر لنا ده كوبي نسخ. ركز، بتاخد العنوان الخاص بيك كوبي. بعد كده كل على ان انا برجع مره ثانيه هنا على الادرس الخاص بيا وببتدي اضيفه باست بالشكل دوت. بعد كده هنا بقول لك لو انت ما عندكش حساب، طبعا كل اللي عليك ان انت بتنشئ حساب. ممكن اسيب لك الرابط اللي بتنشئ منه محفظه البيت جيت تحت في وصف الفيديو. بعد كده كل على ان احنا بنضغط على كلمه سبميت. هنا بقول لك خلاص انت هتسحب جميع العملات الخاصه بيك. احنا عملناها ماكس. ادي البيت جيت يو اي دي الخاص بيك، وادي كمان البيت جيت ديبوزيت ادرس الخاص بيك. فكل اللي عليك ان انت لازم تاكد الحاجات دي من خلال ان انت بترجع تتاكد مره ثانيه. هنا اولنا 0 اكس اخرها اف 8 بالشكل دوت. خلاص على كده هنا اولها 0 اكس واخرها اف 8 كده تمام. المفروض المحفظه الخاصه بيا. ببتدي ارجع برضو ااكد مره ثانيه على المفروض اليو اي دي الخاص بيا. ليه؟ عشان المفروض لو حضرتك كتبت اي حاجه غلط عملتك مش هتوصلك. 789617 بالشكل دوت. 789617 9343 9343. خلاص على كده انا تمام. اقول له كونفيرم بالشكل دوت. اكد لي العمليه. قال لك سكسيس تم بنجاح. كده المفروض يا شباب احنا ربطنا المحفظه الخاصه بينا وخلاص على كده احنا تمام. المفروض يا عزيزي في هنا بقول لك ايه؟ كليم اون ابتوس. يعني ايه يا محمد؟ هنا بقول لك ما عايز تستخدم البيت جيت وولت لايت في حاله اللي هو فتحت يوم 19 ديسمبر هتقدر ان انت تسحب عليها. فكل علينا ان احنا لازم نربطها برضه. هنقول له كونكت بالشكل دوت. هيبتدي يفتح معاك البيت جيت وولت لايت بالشكل ده. هتبتدي تنتظر لحظات على مهلك، محدش بيجري وراك. اربط جميع الحاجات اللي انت عايز تربطها مفيش اي مشاكل. هنا بقول لك دخل الباسورد الخاص بيك. هنبتدي نكتب الباسورد الخاص بيا بالشكل دوت. خلاص على كده دخلنا الباسورد. بقول لك جاري الاستيراد لان انا عندي محفظه فعليه. ما عندكش محفظه بتبتدي تدخل الباسورد وخلاص بيبتدي يفتح معاك على التليجرام عادي. يعني مش بتخرج لاي محفظه بره، لا انت بتدخل على التليجرام عادي ما عندكش اي
مشكله. فهو حاليا احنا ربطنا محفظه البيت جيت الاساسيه نسحب عليها العملات الخاصه بينا، ربطناها باليو اي دي وكمان الادرس الخاص بينا. بعد كده كل علينا كمان لازم نربط الكلام ده. طيب كل علينا ان احنا نقول له مصادقه من المكان دوت، وهنبتدي ننتظر لحظات. هنا بيقول لك في بيانات توقيع تمت، خلاص هنقول له تاكيد. اكتب باسوردك مره ثانيه، خلاص على كده نبتدي نكتب باسورد حسابنا مره ثانيه. خلاص على كده يا شباب المحفظه الخاصه بينا اتربطت، وبعد كده كمان البيت جيت الخاصه بينا اتربطت. فكل عليها بالشكل دوت ان انا اقول له اعاده تحميل للصفحه عشان اتاكد فعليا ان انا ربطت المحفظه الخاصه بيا بدون اي مشاكل. كده انت تمام، كده انت تمام، ما عندكش اي مشكله. نتوجه لاهم حاجه عندنا بعد كده يا شباب، واللي هي قد تكون مهمه بالنسبه لنا. وهنا طبعا في حاجه ظهر لك اسمها كليم بالشكل دوت. خلاص هنا بقول لك كليم اللي هو هيكون متاح قريبا، سون قريبا، يعني السحب ممكن تسحبها على المحفظه دي عادي خالص. انما بالنسبه لنا احنا يا شباب خلينا نسحب على البيت جيت عشان التداول لما يتم. بعد كده يا شباب خلينا نتوجه على محفظه البيت جيت عشان نعرف سعر العمله اصلا في التداول ما قبل السوق، وظاهره قدامنا هنا. خلينا ندخل عليها. سعرها اعتقد بيكون عامل 0.30. جميل جدا زي ما انا توقعت فعليا. ادي سعر العمله عندنا 0.30. هنبتدي ندوس عليها بالشكل دوت. طيب ده التداول ما قبل السوق، والمفروض ان التوتال سبلاي الخاص بالعمله تريليون. هتقول لي جميل، اقول لك جميل جدا. فانت دلوقتي يا عزيزي احنا معانا قد ايه من العملات؟ معانا 88,000 وشويه، فده يوجهنا على الاله الحاسبه. 88,000 خلينا نكتب بقى بقيه الرقم اللي معانا 372 بالشكل دوت. المفروض ان دي الرموز او التوكن اللي هتوصلني. فاحنا لو ضربناه دلوقتي في سعر السوق اللي موجود، ده مش السعر الادراج يا شباب، ده مش سعر الادراج، ده سعر السوق او التداول ما قبل السوق. هنا هنخليها 301 بالشكل دوت. المفروض ان انا احصل في الاخر على 8 دولار و83 سنت. طيب هل فعليا ده السعر يا شباب اللي احنا هنبتدي فعليا ناخده في ايدينا؟ اقول لك لا، ده مش توقعي نهائي. المفروض يا شباب ان سعر العمله دي ممكن يوصل ل 0.305. ده يعني في اقل مرحله ممكن يوصل لها 0.305. انما كاقصى حاجه ممكن يوصل لها، ده لو ما كسرتش زيرو كمان، ممكن توصل ل 0.201. وساعتها ال 88 عمله اللي معاك، او خلينا نتكلم ان انت معاك مثلا، اكتبوا لي انت معاكم عملات قد ايه في كومنتس اسفل الفيديو دوت. يعني لو معاك 5000 عمله، معاك 10,000، اكتب لي برضه. فخلينا نتكلم ب 10,000 بس من الرموز، وساعتها سعرهم هيكون عامل 10 دولار. طبعا لو معاك 20,000 بيساوي اكتر من كده. خلينا بس نضيف الاصفار هنا بالشكل دوت. طبعا هيكون سعرهم عامل 10 دولار. ولو هنا السعر فعليا يا شباب وصل ل 0.305، فساعتها ال 20,000 من العمله بيكون عامل 10 دولار. ده بالنسبه لسعر العمله. اكتب لي برضه توقعك لسعر العمله في كومنتات اسفل الفيديو دوت. جميل جدا. فخلينا بقى نرجع لحاجات بسيطه كده، قد يكون هم ناشرينها على قناه التليجرام الخاصه بيهم. والمفروض دي التوزيعه اللي حصلت لعملات تو ماركت اب او عملات بوت الطماطم. المفروض هنا زي ما حضرتك شايف التوتال سبلاي الخاص بالعمله قد ايه؟ تريليون من الرموز. جميل جدا. اتوزعت بقى ازاي التريليون دي؟ خلينا نشوف مع بعض ونعمل ترجمه للمنشور. قال لك والله احنا وزعنا العملات بناء على 30% الموسم التي جي اي، 47% موسم الادراج، بما في ذلك الانزال الجوي القادم بنسبه 30%. يعني من الاخر بيقول لك ان سعر العمله هيكون قليل مش كبير. ليه؟ لانهم عاملين نسبه 30% بس للادراج. وبيقول لك عندنا 10% الناس اللي استثمرت عندنا، 8% واخدينهم للفريق بتاعنا، 1% هيحصل الانزال الجوي للنظام البيئي، 1% لجوله الكي او ال، وعندك 3% لمكافاه المستخدمين الاوائل او الناس دخلت على البوت هيدوم مكافاه طبعا. بعد كده بيقول لك كجزء من تخصيص موسم الادراج سيتم توزيع 30% من اجمالي العرض على المستخدمين قبل الادراج. يعني الناس دي هتوزع 30% كمان، فان شاء الله يكون المبلغ معانا اعلى من كده. بيقول لك التاريخ هيكون يوم 18 ديسمبر 2024، والوقت عندك اللي هو الساعه 16 للساعه 4 بالتوقيت العالمي. المتطلبات يجب ان تصل الى المستوى الفضي الاول على الاقل في مستوى تو ماركت الخاص بك حتى تتاهل. يعني ايه يا محمد؟ فاكر اما انا قلت لك من شويه ان لازم المستوى الخاص بيك يكون فضي؟ هتقول لي ايوه، هقول لك لا مش بس كده، لازم تكون اصلا في المستوى الفضي الاول، اللي هو لازم تكون اصلا دخلت على المستوى الفضي. ما انت بتدخل الفضي بيبقى ليفل 1، بعد كده فضي ليفل 2، بعد كده فضي ليفل 3، بعد كده بتنقل للمستوى اللي بعده. يعد هذا الانزال الجوي فرصه رئيسيه لتامين حصتك من عمله توما قبل ادراجها الرسمي في 20 ديسمبر 2024. ومن هنا كده عرفنا ان موعد الادراج هيكون يوم 20 ديسمبر 2024. بس كده يا محمد، ده اللي كان معاك. اقول لك بس استنى، انت رايح فين؟ هنا المفروض يا شباب ان المفروض عمله توميتو اوت ماركت اب خلاص هتبتدي تندرج على باينانس او جيت دوت اي او زي ما هم فعليا اعلنوا على قناتهم الرسميه على التليجرام. فلحد هنا عزيزي بكون انتهيت. اتمنى اكون كفيت ووفيت. ما تنساش تحط لايك للفيديو، ما تنساش لو حضرتك جديد معانا اشترك في القناه. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.